السلام عليكم، ان شاء الله قاعد تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي غليزانية في فرنسا. اليوم ان شاء الله رايحين نديرو قريوشة بزاف هايله وخفيفه وما تتطلبش بزاف الوقت، بل خف توجد سهله ماهله. وكما راكم تشوفوا هنا معايا تجي من الداخل مورقه وبزاف بزاف بزاف خفيفه. هنا المقادير انا درت رطلت فرينه على حسب العائله اللي عندي انا، ولا كنتو بزاف في العائله ديروا كيلو. المهم هنا رطلت فرينه، استعملت فيه 130 غرام تاع دهان، وزدت استعملت ربع كاس تاع زيت. كيما راكم تشوفوا هنايا لازم تبسوهم مليح 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 حتى يندمجوا كامل هذوك المكونات. وبيان سور ما نساوش رشه تاع ملح، نسيت ما قلتها لكمش، رشه تاع ملح مع الفارينه، وزيدوا هذاك الدهان والزيت. ومن بعد ما يتبسوا لنا غايه، نزيدوا حبه تاع بيض، ونزيدوا معاهم مغرف صغيره تاع خل. لازم ديروا الخل لازم. المهم وهنايا الخمارة درت نص باكي باسكو مانيش دايره كيلو تاع فرينه. لا درتو كيلو فرينه ديروا باكي كامله. هنا من درت رطل سي اوبليجي نستعمل نص الكميه، صافي درت نص باكي تاع خماره. ومن بعد ذلك نجمعوها بالماء والماء زهر حتى تولينا طريه. لازم نخلو العجينه شويه طريه باسكو غادي نحلوها بالمايزينا. صافي غادي تزيد بس لنا كيما قلت لكم. هنا كيما راكم تشوفوا راني نشرح لكم ونعاود نفهم فيكم في ابسط حاجه، غير باش تخرج لكم شابه ان شاء الله، وان شاء الله تسيوها وتخرج لكم مليحه. المهم هنا بعد ما لميت كامل ديك العجينه قلت لكم لازم تخلوها طريه. غادي نخليها تريح، بعد ما تريح نقسمها اون دو، نحل كل وحده فيهم نحلها مليح مربع ولا مستطيل، وندردر فوقها كامل المايزينا كيما راكم تشوفوا معايا في الصورة. وبعد ذلك نزيد نطبقها على 4. نخدموا العجينات في زوج هادي والزوجة، ومن بعد نقسمهم اون دو. ولا بغيتو تخدموها، انا من عندي لو بلان دو طرافاي شويه صغير قسمتهم اون دو باه يساعدني في الخدمه نخدم اليز. زدت خدمت الزوجة وخليتهم يريحوا. بعد ما ريحوا لي مليح مليح مليح، يخلوهم يريحوا واحد 20 دقيقة ولا هكا لو ماكسيموم. المهم بعد ما يريحوا حلوه على العجينة، حلوها شوية ماشي رقيقة بزاف 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 وماشي خشينة خشينة، في المتوسط هذيك هي باه تجينا الحبة منفوخة. كيما راكم تشوفوا معايا هنايا بعد ما حليت العجينة مليح قطعتها بالجرارة كيما نقولوا حنايا، كل واحد كيفاش يسميها. المهم واللي ما تعرفش دير العبر دير ورقة ودير العبر باه تجوها الحبات متساويين. هنا كيما راكم تشوفوا درت زوج طريقات، درت زوج في الزوج، وقضبت هذوك زوج قنوته وخرجت. والزوجه درت زوج في الزوج، وتبقى الثالثه كامله نخرجوها. دوك ندير معكم شويه الفيديو شويه ثقيل باه تفهموني، ولا دخلوا عندي في الفيسبوك في لاباج في ليزاني في فرنسا تفهموني غايه، باسكو راني دايره بزاف الفيديو هذا اسيت باه نديرها قصير باه ما نطولش فيه، وان بليس باه تستفادوا منه. ودرت لكم الوصفه بالخف سهله مهله، خير من اللي عندي يدخلوا في الفيسبوك ويقعدوا في الفيسبوك. على بالكم باللي في لايف نطولوا شويه. المهم هذه هي. بعد ما خبلتهم كامل كانوا ديجا شويه ريحوا، وان بليس دو سا بعد ما خبلتهم ما غطيتهمش، خليتهم هكا باه ينشفوا، باه الحبه تقدم لا فورم تاعها كيما على بالكم. يخسر الشكل تاع نغطوها غادي تقعد طريه وكون نرفدوها كملناهم كاع. حمينا الزيت وقليتهم. انا ما كانش عندي مقله شويه مغوره، قليتهم غير في الكسرونه. المهم تكون النار شويه متوسطه، شويه لا يكون الزيت حامي بزاف. نقلوهم عادي وخلوهم في الدوغي، ما تخلوهمش يحمروا بزاف باسكو غادي يتعسلوا يولوا هذوك هما. ولازم تخلوهم يبردوا باه تعسلوهم، ما تعسلوهمش وهما حاميين، باسكو كنت تعسلوهم وهما غادي تتفتت لكم وتتفتت كامل. انا نقول لكم باسكو راه فيها المايزينا بزاف وغادي تجيكم بزاف خفيفه وطريه. المهم خلوها تبرد ومن بعد عسلوها، والتزيين اختياري كما تبغوا. هذه هي القريوشه تاعنا اللي درناها، ان شاء الله تعجبكم وتنال اعجابكم وتسيوها ان شاء الله. وشاهدكم في الجنه، الى الملتقى في لاغوسات واحده اخرى. ولا حبيتوني ندير لكم اي وصفه ريبوندوا لي في لي كومونتير، دوموندو مني وندير لكم.